صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي في اسئله كتير قوي برضو بتيجي على الكليه. انا دلوقتي خلصت الكشف الطبي، اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي عايزه اشتري شنطه اللبس، اعمل ايه؟ لازم الكليه توافق ولا لا؟ تعالوا دلوقتي نشوف بعض الاسئله اللي البنات بتسالها ونجاوب عليها. بصوا دلوقتي في حد منزل بيسال دلوقتي انا اشتري منين شنطه الكليه، ولازم اخد موافقه الكليه ولا لا؟ لأ، ما فيش حاجة اسمها تاخدي موافقة الكلية. هي كده الكلية أصلا لما يعني اللبس بينزل، هي الكلية بتقول إن اللبس نزل فانزلي هاتيه. تمام. بتجيبيه قلت قبل كده من محل اسمه ذا وينر. المحل ده موجود جنب النادي الأولمبي. بتروحي بتدفعي جزء من الفلوس وبياخدوا مقاساتك. تمام. بعديها بفترة ممكن حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع بتبدأي تاخدي اللبس. اللبس مش بيكون موجود من أول ما بتروحي الكلية، لأ خالص. عشان برضو كان في بوست تاني، كان في بنوتة منزلة إن هي خايفة تدفع جزء من المبلغ فممكن يكون في مكان تاني. لأ، هو المكان ده موجود من زمان. يعني انا دخلت الكلية من 3 سنين، وزمايلي والدفعات اللي قبل كده كلها بتشتري من نفس المكان. تمام. وللمعلومات هي مش شنطة يا جماعة زي تربية بنين، هي كيسة موجود فيها لبس ال4 سنين، اللي هو 2 تي شيرت وشورت والتريننج ومايول سباحة ومايول جمباز وبدلة المبارزة وبدلة التايكوندو. بس كده. تمام. بيكون مطلوب منك احيانا ادوات لبعض المواد زي تنس الارضي، تنس الطاولة. ممكن في الجمباز الايقاعي، بس دي ادوات بتبقى بسيطة زي كورة، طوق، حاجات خفيفة خالص بتقدري ان انتي بعد كده تجيبيها. تمام. في اسئلة تانية برضو. زي الشغل بقى، في بنات تقولك هو انا من اول سنة في الكلية هنزل اشتغل؟ عادي جدا، ممكن ان انتي من اول سنة تقدري تشتغلي، بس تشتغلي تحت التدريب. تمام. لو انتي مثلا كنتي لاعبة في لعبة ما، بتلعبي سباحة، بتلعبي كورة، بتلعبي باسكت، بتلعبي اي حاجة، في اماكن كتير بتبقى طالبة اكاديميات واندية بيبقوا طالبين شغل تحت التدريب. ممكن بعد شهر انتي وشطارتك، يعني في الاول ممكن بتاخدي اجر رمزي، في ناس ما بتديش اصلا. انتي وبختك بقى بتنزلي شغل تحت التدريب، وبعد كده يعني ربنا بيفتحها عليكي. أم، انا خلصت الكشف الطبي وخلصت كل ورق الكلية، ايه اللي هعمله بعد كده؟ خلاص الكشف الطبي خلص، ما تعملوش اي حاجة. بتحطوا كل الورق بتاعكم، ورقة الكشف الطبي مختومة بلائق، وورقة النجاح بتاعة اختبار القدرات ناجح، وشهادة الثانوية العامة ان انتي ناجحة في الثانوية العامة، وبطاقة الترشيح وكل الكلام ده، وست صور، وشهادة الميلاد المائية. كل ده بتحطيه في دوسيه بلاستيك. تمام. اللي هو بكبسولة، وبتخليهم عندك في البيت. اول ما الكلية تقول خلاص ابدأوا دفعة سنة اولى، ابدأوا روحوا الشؤون عشان تدفعوا المصاريف، بتاخدي الملف بتاعك ده وبتشوفي ايه الحاجات اللي ناقصة زيادة عن اللي انا قلت عليها. تمام كده. وبعدين بتروحي وبتقدميها في الكلية عادي جدا. انما انتي بعد الكشف الطبي دلوقتي حضرتك هتستني ميعاد دخول الكلية، وهتدخلي عادي جدا. هينزلوا على صفحة الكلية يعني في يوم للتعارف. هتروحي، هيقعدوا معاكي بعض الدكاترة، هيتكلموا معاكي ازاي الكلية وازاي دنيتك وازاي تسجلي وامتى هتدفعي المصاريف وامتى هتجيبي اللبس وكل الكلام ده. ما تستعجلوش وما تقلقوش وما تخافوش من اي حاجة. تمام. انتوا دلوقتي خلصتوا الكشف الطبي، تحطوا الورقة بتاعة الكشف في الفايل بتاع الورق بتاعكم، وتستنوا بس مع دخول الكلية. بس هينزل على صفحة الكلية يوم للتعارف، اللي هو أول يوم دراسة تقريبا. هيجمعوا كل بتوع سنة أولى في ملعب ما من الملاعب، ويقعدوا يتكلموا معاكم في ساعة محددة برضو الكلية هي اللي بتحددها. يتكلموا معاكم ويفهموكم النظام ماشي ازاي. متخافوش خالص وما تقلقوش، الموضوع بسيط جدا وسهل. خلاص، مبروك عليكم الكلية، وبالتوفيق للجميع. شكرا.